بقالنا سنين بنسمع جملة مقتضبة مثيرة للجدل منسوبة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهي روحوا تحاربوها، واللي ناس كتير فهمتها غلط انها تهرب او تخلي من المسؤوليه بعد نكبه 67. لكن عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل طلع وكشف القصه كامله عشان يوضح الصوره. التسجيل ده كان في لقاء سري بين عبد الناصر والزعيم الليبي معمر القذافي في اواخر الستينيات بعد الهزيمه مباشره. القذافي وقتها كان بيدفع بقوه في اتجاه حرب تحرير شامله، رغم ان مصر كانت لسه خارجه من نكبه عسكريه قاسيه وخسرت سيناء. عبد الحكيم عبد الناصر قال ان الجمله دي تم اقتطاعها من سياقها. عبد الناصر كان بيسعى لاستعاده الاراضي عن طريق السلام، ولما لقى القذافي بيزايد بحرب شامله وهو عارف الظروف كان رده الساخر والغاضب هو روحوا انتوا حاربوها. نجل الرئيس الراحل اكد ان السياق الكامل بيوري ان والده كان رجل دوله واقعي بيرفض المزايدات الخطيره ومش بيهرب من مسؤوليته زي ما ناس كتير فهمت بالغلط. عبد الحكيم عبد الناصر فتح كمان موضوع خطاب التنحي الشهير في 9 يونيو، وقال ان الخطاب الاصلي كتبه الاستاذ محمد حسنين هيكل، لكن عبد الناصر عدله عشان يتحمل المسؤوليه كامله عن هزيمه الجيش في 67. ووضح كمان ان الاستقاله دي كانت بجد ومش مجرد تمثيليه، وان البيت كان حزين جدا في اليوم ده، لكن عبد الناصر ما صدقش الهزيمه واعتبرها نكبه مش استسلام. عودة عبد الناصر للحكم كانت بإرادة شعبية ضخمة عشان تمحي آثار العدوان. الأهم من كل ده نجل الزعيم كشف سر خطير، وهو إن عبد الناصر رفض عروض أمريكية لاستعادة سيناء في مقابل إنه يتخلى عن القضية الفلسطينية، وأكد إن عبد الناصر هو القائد الوحيد بين قادة الدول الثلاثة اللي تحمل المسؤولية كاملة عن الهزيمة. ورؤيته للسلام ظهرت بعد كده لما قبلت مصر مبادرة روجرز سنة 1969، ودي كانت أول مرة أمريكا تعترف فيها بضرورة انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللي احتلتها في 67. لو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، لأن ده أكبر دعم لينا، واستنونا في القصة اللي جاية. وكمان عملنا قناة جديدة مخصوص للمتابعين اللي بيحبوا القصص دي، هتقدر توصلها بكل بساطة لما تضغط على اسم القناة اللي تحت الفيديو، وهيظهر ليك اسم القناة التانية تقدر تشترك فيها بكل بساطة، وهتلاقي هناك قصص جديدة عن أبطال أكتوبر والتاريخ المصري ومعلومات أكيد هتعجبك بننزلها بشكل مستمر علشان تفضل دايما معانا في رحلة الحكايات اللي ما بتخلصش.